لو انت حابب، لو انت حابب ده، لو انت عايز تغير من ده، انت مش عايز تغير من ده، ده قرارك انت. انا بتكلم انت نفسك بتكون رافض نفسك، انت نفسك بتكون مش قادر تستحمل نفسك، مش قادر تستحمل مشاعرك، مشاعرك تقيلة عليك، مش قادر تستحمل افكارك، افكارك تقيلة على راسك، راسك تقيلة على جسمك، حاسس كل حاجة تقيلة، كل حاجة تقيلة. شعور الرفض من اصعب المشاعر اللي ممكن ان انسان يحس بيها في حياته، ان هو يحس ان هو آه، مشاعره، حبه، الاهتمام بتاعه، كل حاجة اترفضت. احساس صعب جدا، بيبقى احساس فيه ان انت كل مجهود انت بذلته، كل لحظة انت اهتميت فيها بالشخص اللي انت تديله يعني بقدر من الحب والاهتمام، اصبحت بلا اي هدف، بلا اي شيء. كل ده رفض، كل ده رفض، كل ده اترفض، كل ده اصبح عديم الفائدة. طبعا بعد ما بتترفض بتبتدي تحس ان انت وحش جدا، بتبتدي تحس ان انت مش محبوب، بتبتدي تحس ان انت مكروه، بتبتدي تحس ان انت انسان وحش، يعني انت انسان مش محبوب، انت انسان مرفوض. كلك على بعضك ككيان، بمشاعرك، بافكارك، بسلوكياتك، بكل حاجة انت رفضت، rejected، ختم عليك ختم كده. طبعا انت مش هتحس بالرفض غير من شخص او من مجموعة انت انتظرت منها الحب والتقدير، او انتظرت منها الموافقة، انتظرت منها ان هي تديلك الاكسبتنس، ان انت يعني استنتهم يقولوا لك you are accepted، انت مقبول، انت محبوب. فعلشان انت منتظر منهم هذا التقدير وهذه الحفاوة وما جاتش، فانت رفضت، فانت اتألمت. انما لو اشخاص تانيين انت ما اهتمتش بيهم وما اهتمتش بوجهة نظرهم، ما كنتش مستني منهم ان هم يدولك الحب او الحفاوة او الاهتمام او التقدير او يحسوا بيك او يقدروا مشاعرك تجاههم، انت ما كنتش هتحس ان انت اترفضت خالص. فالموضوع بيجي بسبب ان انت كنت منتظر منهم او كنت متوقع منهم ده، كنت منتظرة المقابل، كنت منتظر ان هم يقولوا لك اتس اوكي. هل ده طبعا غلط او انت شيء تلام عليه؟ لا طبعا، هو انت اكيد مش هتبقى حاسس بالرفض واجي اقول لك انت غلطان لان انت انتظرت منهم ده، ولكن بفهمك ليه بتحس اصلا بالرفض. طبعا الرفض بيجي كتير لان انت بتكون كتير على الشخص اللي قدامك، اللي قدامك ما بيكونش قادر يستحمل قد ايه انت جميل، قد ايه انت عندك هذا القدر من الاهتمام، هذا القدر من المشاعر. مشاعرك بتكون تقيلة عليه، كتيرة عليه، بتخضه. ممكن يكون تفكيرك اعلى منه، ممكن يكون تكون ظروفك افضل منه، ممكن تكون عيلتك احسن من عيلته، ممكن يكون تعليمك احسن من تعليمه، ممكن يكون شغلك افضل من شغله، ممكن تكون شجاع اكتر منه، ممكن تكون مش معقد زيه، ممكن تكون بتقدر تواجه الالم اكتر ما هو بيواجه الالم، ممكن تكون انت بتقدر ان انت تاخد خطوات جديدة وان انت تبني حياة جديدة، هو ما بيقدرش ان هو يبني الحياة الجديدة دي. فلما انت بتترفض مش معناه ان انت وحش، لما انت بتترفض مش معناه ان انت مش محبوب، لما انت بتترفض مش معناه ان انت لا تليق بان تكون انسان، ولا تليق بانك تكون في هذه المساحة اللي بنتبادل فيها مشاعر انسانية من الحب والرحمة والعطف. الموضوع ملوش علاقة بكده، الموضوع له علاقة بان انت غير متناسب مع هذا الشخص، ودوت شيء انت لا تلام عليه. الحاجة الوحيدة اللي احنا ممكن نتكلم فيها ان انت بس وقتها ما كنتش واخد بالك ان في فرق ما بينك وما بين الشخص ده، وده برضو شيء انت لا تلام عليه، ولكن هو دوت درس يعني هيديهولك الموقف، درس هتديهولك الحياة. لما انت تترفض من الشخص ده، مع الوقت ممكن بعدها بشهر، شهرين، سنة، سنتين، مع الوقت وات ايفر، تبتدي تدرك ان الشخص ده لم يكن الشخص المتوافق معاك.
هل لما احنا بنيجي نرفض شخص معناها ان احنا الاقوى او احنا الافضل؟ لما انت تقول لشخص انا اسف انا مش هكمل معاك، هل ده معناه ان انت الاقوى والاكثر استغناء وانت الافضل وانت اللي عندك انت السورس انت المصدر؟ هل ده معناه ان انت الثابت؟ لا، ملهاش علاقه. ملهاش علاقه. انا مش معنى ان انا رفضت حد ان انا احسن منه او انا افضل منه. انت ممكن تكون رفضت حد عشان انت خايف منه. زي مثلا اما يكون واحد رايح المستشفى في جرح في ايده، الجرح بيوجعه جدا، الدكتور جاي علشان يحط له الشاش والميكروكروم، فهو رفض من كتر ما هو متألم، رفض مع ان الشاش والميكروكروم ده هو اللي هيعالجه. فهل ده معناه ان الدكتور ده وحش او الدكتور دوت ما بيفهمش او الدكتور دوت هيعمل حاجة غلط؟ لا، هو ليه علاقة بان الشخص ده هو مش عايز يتعالج. ودوت برضو ملوش علاقة، عشان ما تفهمونيش غلط، بان انت لازم علشان تروح تحب حد او تديله ده معناه انت اللي لازم تكون انت المنقذ. لا، انت ما بنخشش العلاقات عشان ننقذ حد، ما بنخشش العلاقات علشان خاطر نقول لهم والله لازم تعالى احنا هنخففكم احنا عندنا الدواء. لا، هو انت مش دكتور، يعني انت في علاقاتك مش دكتور، انت في علاقاتك انسان. مهما بلغت من العلم ومن المعرفة فأنت إنسان. ليه؟ لأن أنت مع الوقت لو تبنيت هذه الهوية وتبنيت هذا الدور، مع الوقت هتبتدي تلاحظ ان كل اللي حواليك بيعاملوك بغرضية شديدة جدا. تعالى عالجنا، تعالى خففنا، تعالى ادينا الدواء. طب انا فين يا جماعة؟ طب ما انا انسان زيكم. لا، بس انت واعي اكتر. انت المفروض تكون فاهم. اول لما بقى بتوصل مع اللي حواليك لمسمى، اصل انت المفروض تعرف ان كل اللي هيتقال بعد انت المفروض ده هيبقى عك وغلط، هيبقى عك وغلط. لان ما ينفعش حد المفروض يحدد لحد انت ايه المفروض اللي هو يعمله. انت مين اللي قالك ان دوت المفروض بالنسبه لي؟ ما هو المفروض بالنسبه لك ممكن ما يكونش مفروض بالنسبه لي، والمفروض اللي انت تعرف تعمله ما ينفعش ان هو يكون المفروض اللي انا اعرف اعمله. فانت لو تبنيت هذه الهوية في علاقاتك هتبتدي تلاحظ ان اللي حواليك دايسين سوري عليك، شايفينك موجود لغرض ما في العلاقة. انت موجود عشان تدعمنا، تدينا هذا الدعم النفسي، ولو ما اديتناش هذا الدعم النفسي هنضربك وهننزل صورك على جروبات الفيسبوك هنبوظ سمعتك الرفض علاجه ان انت تستحمل. انا جربت حاجات كتيرة جدا في حياتي، وانا من الاشخاص اللي رفضت كتير جدا في حياتي بصراحة. واختبرت هذا الشعور المؤلم وبشدة. ولكن طبعا وقتها كان وعي منخفض جدا. وقتها كان ما كانش فيه وعي اصلا. مع الوقت بدأت أعرف هو أنا ليه اترفضت. يعني بعدها مع الوقت بدأت أعرف هو أنا ليه في أكتر من علاقة، في أكتر من نمط كده، إن أنا تعرضت لهذا الرفض. كان كل مرة بخرج من الموضوع بدرس كبير جدا، وكل مرة كنت بكتشف إن هو كان لازم ده اللي يحصل. لأن أنت وقتها ما بتكونش شايف الصورة كاملة، ما بتكونش واخد بالك ومش فاهم هو ده اللي بيحصل أصلا. يعني أنت مش فاهم. طب ما الدنيا كانت لذيذة وجميلة، إيه اللي حصل؟ بعدها هتعرف ان انت لم تكن متوافق مع هؤلاء الاشخاص، ما كنتش عارف ان انت مش هتعرف تكمل مع هؤلاء الاشخاص. اوقات اللي قدامك بيحس ان انت مش بتحب نفسك، واللي قدامك بيحس ان انت هتموت وتاخد هذا القبول منه، هتموت وتاخد الحب ده منه، فيبتدي يلعب معاك لعبة بقى، يبتدي يساومك. وديت أصعب حاجة ممكن تحصل في أي علاقة، إن اللي قدامك يبتدي يساومك. يساومك على إيه؟ يساومك على احتياجاتك. أنت محتاج إن أنت تحس بالأمان، فأنا هساومك إزاي؟ هساومك بإن أنا هبتزك عاطفيا وأخليك تعمل شوية حاجات أنت مبتحبش تعملها، بس أنا عايز إن هي تتعمل. ليه؟ علشان أحسسك بشوية، بدرجة بسيطة جدا من القبول اللي انا ممكن اديهولك وقت ما انا احب، ووقت ما يكون عندي الوقت وفاضي وليا مزاج اعمل معاك كده. ولكن في حالة ان انت ما عملتش اللي انا بقول لك عليه، هحرمك من هذا القدر الضئيل.
هحرمك من هذا القدر الضئيل من المشاعر البسيطة اللي انا بديها لك. وطبعا علشان خاطر انت قد ايه عندك شح عاطفي، قد ايه انت هتموت وتدوق اي مشاعر عاطفية واي مشاعر لذيذة، اكيد هتوافق على اللي انا بقولك عليه، هتوافق. وهو مش هيقولك الكلمتين دول بشكل مباشر، وانت مش هتقوله ان انا ما عنديش مشاعر، مش هتقوله ان انت هتموت وتاخد مشاعر وتلاقي حد يحتويك ويديلك الامان والعطف والحنان والكلام ده. مفيش حد هيعمل عقد مع اللي قدامه يقول له بقول لك ايه، اصل انت ما عندكش حد يهتم بيك فانا هعمل فيك واحد واثنين وثلاثه. امال دوت بيحصل ازاي؟ كل الناس بتعمل ده بشكل لا واعي، لان اللي قدامك بيبقى فاهم. من اكثر الناس علما لاكثر الناس جهلا. ناس بتكون مش متعلمه، تعليمها بسيط جدا، عايشه في بيئه يعني متخلفه قوي، وعايشين في مجتمعات رجعيه جدا، وبيعملوا نفس السلوك اللي الناس المتعلمه المثقفه بتعمله. ليه؟ لان يا جماعه الموضوع مش محتاج دراسه، الموضوع محتاج موضوع بيبقى في حاجه في اللاوعي، انت بتلقط من اللي قدامك، بتحسها، بتحس في اللي قدامك ان هو عايز الحاجه دي، واللي قدامك بيحسسك بالحاجه دي، فبيحصل علاقه، يعني نسبه وتناسب، جذب وشد. تبتدي انت تحسس اللي قدامك بحاجه، فاللي قدامك هيبتدي يكاتش الحاجه دي منك، فهتتساوم بقى. هتتساوم ليه؟ علشان انا خايف احس بالرفض. ايه السلبيات اللي انت ممكن تدفعها وضريبة ان انت خايف تحس بالرفض؟ هتبتدي توافق على اي حاجة، وتوافق ان انت تضحي بحاجات كتيرة جدا علشان خاطر حاسس او علشان خاطر خايف ان انت في يوم من الايام تترفض، واللي قدامك عارف الكارت ده وبيضغط عليك بيه. اللي قدامك عارف ان انت خايف تكون مرفوض في لحظة من اللحظات، تيجي لحظة اقوم رافعلك الكارت كده اقولك انت مرفوض. فعشان هو عارف ان انت خايف فبيضغط عليك اكتر واكتر. وزي ما عرفتك من كام ثانية هو بيحس بده في التعامل معاك. فأولا هتبتدي تغير من شخصيتك، هتبتدي ان انت توافق على خروجات ما بتحبش توافق عليها، هتبتدي ان انت تعمل حاجات ضد مبادئك، حاجات ضد اللي انت شايفه صح وشايفه غلط، هتعمل حاجات ضد اللي انت شايفه المفروض يحصل واللي مش المفروض يحصل، هتعمل كل حاجة عكس اللي انت عايزه تحت اي مسمى من المسميات. انت حابب ان انت تحط ده، هتعمل اي حاجة غير اللي انت عايزه يحصل. هتبتدي تيجي على نفسك، تيجي على صحتك، تيجي على وقتك، تسمع حاجات مش عايز تسمعها، ممكن تتقبل الإهانة، ممكن تتقبل السب والصراخ، وفي ناس بتتقبل الضرب أيا كان ايه نوع العلاقة اللي هم فيها. ممكن تتقبل معاملة وضيعة جدا، تتزق، تتشد، يعني يجيبك من شعرك، يعمل أي حاجة بقى. هتبتدي تتقبل أي حاجة. ليه؟ لأن أنا خايف إن أنا أترفض. طيب ماذا لو أنت قررت إن أنت توقف الدايرة دي وتقول طز فيك؟ كلمة طز فيك دي من أقوى الكلمات اللي أنت ممكن تقولها في علم النفس، في السيكولوجي. طز فيك بجد، ان انت تقول للي عمال يضغط عليك نفسيا وبيستغل نقاط ضعفك، تقول له طز فيك، طزن فيك، ان انا مش هعمل لك اللي انت عايزه، وهتقبل وهتحمل ان انا احس بمشاعر مؤلمه وطز في الحاجه اللي انت بتديها لي، اللي هي اصلا مش حاجه اصلا. يعني انا لما انا جاي كده والله العظيم اقوم جايه فين القلم، هقوم جايبه 1 2 3 0 0 0 مفيش اي حاجه، ما اخدتش اي حاجه. او ممكن انا اكون متوقعه ان انا هاخد 10 الاقي نفسي خدت 2 بس. واكتشف ان انا كنت المفروض اديلك 10 في هذه العلاقه، يبقى في نسبه وتناسب تبادل، انا اخد 10 حضرتك هتاخد 10. اكتشف ان انا بدل ما اديلك 10 اديتلك 20، وانا بدل ما اخد 10 اخدت 2. فتكتشف ان انت في علاقه ما فيهاش خد وهات. فلما تيجي تقول للي قدامك بقى طز، تخيل كده ايه اللي ممكن يحصل.
هل اللي قدامك دوت ممكن يسيبك، ممكن يوافق ان انت تعمل حاجة زي دي؟ على حسب. لو هو ما عندوش مصدر تاني بيتغذى عليه طاقيا وبيديله الشعور بالقيمة، ممكن يقولك روح في 60 داهية، ما تفرقش معاه. ليه؟ لان هو انت بالنسبة له غرض، انت بالنسبة له الغرض حاجة وسيلة نفعية بستخدمها علشان اخد منها هدف ما واحصل منها على هدف ما وعلى شيء ما. انما لو هو مش عنده حاجة تانية يتغذى، ما عندوش علاقة تانية يحس فيها بهذا الشعور بالسيطرة والنرجسية والتملك، لا هيمسك فيك. وهيمسك فيك ديت لها اشكال، ان هو يا اما يمسك فيك بالعطف والمحلسة والحنان والبقى الأسف والاعتذار والهدايا والخروجات. اعتذارات بقى، بيجي بقى مرحلة كده بام بام بام، تحس في قنابل كده من المشاعر بتخرج كده في الجو، فتعتقل بقى بهذه المشاعر العنيفة. أو إن هو يبتدي يساومك أكتر ويضغط عليك أكتر، يبتزك أكتر، يهددك أكتر، يخوفك أكتر. أكتر حاجة ممكن بني آدم يسيطر بيها على الشخص اللي قدامه لو معرفش يسيطر عليه، معرفش إن هو يوجهه في الاتجاه اللي هو عايزه يمشي فيه، إن هو يخوفك. ما تسمعوش لأي حد بيخوفك من أي حاجة أيا كانت إيه هي الحاجة دي. انت دلوقتي عايز نعمل حاجة في مصلحتي، بتخوفني ليه؟ بترعبني ليه من الحاجة دي؟ ما تخوفنيش. اي حد هيخوفك اعرف ان هو خايف ان انت ما تسمعش كلامه. فيقولك اصل لو حصل كذا وانت لو بعدت عني انت مش هتلاقي حد، هتبقى لوحدك، ومين اللي هيفهمك زيي، ومين اللي هتقوله على اسرارك؟ اصل انت اسرارك خلاص بقت معايا، هتروح تحكي اسرارك تاني لحد تاني؟ ايا كان بقى الطرق المساومه دي. فطبعا انت اول تحدي ان انت هتقوله طز. تاني تحدي يا اما تتقبل بقى ان هو يقولك يلا في 60 داهيه انت ما كنتش فارق بالنسبه لي، او ان هو يضغط عليك فانت هتتقبل يا ده يا ده. فده هيبقى تحدي رقم 2، يا اما تتقبل ان هو يبيعك في لحظه، او ان هو يستفزك ويبتزك ويساومك اكتر واكتر واكتر واكتر. في ناس كتير بتفتكر ان انا طالما خرجت من العلاقة المؤذية ان انا خفيت. لا حضرتك انت ما خفيتش. هو الفكرة كلها ان انت دلوقتي يا فندم قاعد في الصيف، الجو حر جدا، انت حران فقمت داخل فاتح التكييف. هل ده معناه ان الجو بره مش حر؟ لا، الجو بره حر، بس انت استخدمت وسيلة مؤقتة تعدل لك الجو الحر ده وشغلت التكييف. فانت كنت في علاقة مؤذية، انت بعدت عن الشخص اللي كان بيحسسك بالأذى النفسي. فانت دلوقتي شلت حاجة بنسبة 70% 65%. بس هل ده معناه ان انت فكيت تعلقك بالنمط ده من العلاقة المؤذي؟ لأ. هتفك امتى نمطك؟ في ان انت بتتشد وبتنجذب لهذه الانماط من العلاقات. لما انت تفهم انت ليه دخلت العلاقة دي، وتفهم ايه اللي شدك في الشخص ده، وتفهم ايه سلبيات الشخص اللي انت ارتبطت بيه، وتعمل اكس على اي حد بيتصرف نفس التصرفات اللي الشخص كان معاك فيها، وتعمل اكس على اي تصرف من التصرفات اللي خلتك تنجذب وتجذب الشخص دوت ليك. فتبتدي تعدل من نفسك، تغير الميكانيزم النفسي بتاعك وتغير السيكولوجية بتاعتك، تغير نفسيتك بان انت تكون واعي اكتر لنفسك.
نفسك، هتخرج من العلاقة بتاعت فلان الفلاني وهتقول والله العظيم خلاص تمام، وتدخل العلاقة مع علان العلاني تكتشف ان هو كان شبه فلان الفلاني، وتخلص مع علان العلاني وتدخل مع سين الاخر تكتشف انه كان شبه فلان وشبه علان، وتقوم سايب سين وتروح لصاد وتكتشف انه كان شبه فلان وعلان وسين، وتسيب صاد وتروح لعين تكتشف انه كان شبه فلان وعلان وسين وصاد. ليه؟ انت مش قاعد مركز ايه اللي بيحصل، انت فاكر ان انت عمال تاخد مخدرات، بتخدر مسكنات، عمال تاخد مسكن ان انا عايز اخرج من العلاقه دي، فانا متألم، هتجنن، هيجيلي جنان، اعمل ايه؟ هدخل في علاقه، ارتحت، اخدت المسكن، ياه مسكن جميل، تيجي بعدها بشويه اثار المسكن ومفعول المسكن يروح بوم 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 بوم، تبتدي تفوق بقى، انت خلاص ما المسكن راح يا فندم، انت كنت داخل في مرحله فيها لاف بامينج، فيها البدايات الجميله بتاعت اي علاقه، خلاص التاثير ده راح، انت هتفضل كل شويه كل العلاقه كلها ورود وازهار؟ لا طبعا. فانت هتيجي بعد كده خلاص انت دخلت بقى في الجد، لا الكلام ده مش عاجبني، السلام عليكم وتقوم ماشي وتدخل في علاقه، السلام عليكم وبعد كده تقوم ماشي والسلام عليكم وتقوم ماشي وتقوم. انا هنا مش بنتقد الناس اللي ليها تجارب كتيره، انا مش بنتقد ده خالص، انا بنتقد او بتكلم في فكره ان انت ما تاذيش نفسك طالما انت عملت حاجه زي دي وانت ما كنتش واخد بالك ان انت كنت بتعمل حاجه دي غلط، مش مضطر ان انت تكمل فيها طالما انت عرفت. لو انت حابب ده، لو انت عايز تغير من ده، انت مش عايز تغير من ده، ده قرارك انت، انا بتكلم عن نفسي، انا بقول لك اللي انا شايفاه المناسب، انت مش عايز تعمل ده خلاص كمل فيه، كل واحد له اختياراته في حياته. نقاط ضعفك محتاج ان انت تواجه نفسك بيها، لان انت لو ما واجهتش نفسك بيها اللي قدامك هيعرفها. نقاط ضعفك كده كده اللي قدامك هيعرفها. لازم تكون فاهم الموضوع ده، ولو انت فاكر نفسك ذكي واللي قدامك مش هيعرفها، فهي حد هيكون اذكى منك وهيجي يعرفها. مهما كنت بالغ من درجات الوعي، درجة الوعي اللي عندك عالية جدا، اللي قدامك هيعرف ان انت عندك نقطة ضعف. فانت تكون ذكي امتى؟ تحمي نفسك ازاي؟ ان انت تعترف بنقطة ضعفك، ترحم نفسك، ارحم ان انت ضعيف، ما تكبرش، اصل انت لو كبرت هيضحك عليك، وبرضه لو اخدت بالك برضه هتضحك عليك، بس مش بنفس القدر لما تكون انت عامل نفسك مش واخد بالك ان انت عندك نقطة ضعف. ولما تكبر اكتر هتلاقي في حد هتجذب نمط كده معين يوم يسحب الحتة دي يوم بيو مرة واحدة على نقطة الضعف دي، بيبقى في حتة تشالنجينج كده عندك، لو انت عامل فيها بقى قوي، طب خد بقى على طول. فانت تقبل هذا، وانت عارف مثلا ان انت عندك رفض، ما تستموتش بقى، ما تستموتش، انت عندك حساسيه من ان انت بتترفض، ما تستموتش، ما تجيش تقول انا مش هاممني اي حد، على فكره انا هقعد مع نفسي ولا يفرق معايا اي حد ولا يفرق معايا اي حاجه خالص. لا، ما هو ده مش صح، لان انت لو مش هيفرق معاك اي حد خالص كنت قبل ما تقول الكلمتين اللطاف الجامدين دول كنت لميت شنطتك ورحت قعدت في جزيره لوحدك. انما انت طالما انت مش هتقدر ان انت تاخد شنطتك وتروح تقعد في جزيره لوحدك، فتعرف ان انت مرتبط باللي حواليك اجتماعيا، لان ربنا خلقنا اجتماعيين، فانت كده كده بترتبط بالاخرين، بتستنى مشاعرهم، حتى الناس المكتئبه، حتى كل دول مكتئبين ليه؟ ما هو بسبب اخرين، بسبب الناس وجعوهم، الناس اذوهم. شعورك بالرفض لا يعني ان انت انسان وحش، شعورك بالرفض لا يعني ان انت فعلا مرفوض، شعورك بالرفض لا يعني ان انت شيء نكرة، لا يعني ده. انا عارفة انت بتحس بالرفض بيكون جواك الشيء ده، انت نفسك بتكون رافض نفسك، انت نفسك بتكون مش قادر تستحمل نفسك، مش قادر تستحمل مشاعرك تقيلة عليك، مش قادر تستحمل افكارك تقيلة على راسك تقيلة على جسمك، حاسس كل حاجة تقيلة، جسمك نفسه تقيل على روحك، يعني انا مش قادر استحمل اي حاجة جوايا ولا برايا ولا اي حاجة، لان الشعور ده بيكون صعب جدا، صعب جدا تحله، ان انت تحس بيه، مش هتعرف تهرب منه، يعني انت وانس ان انت خلاص حسيت ان انت اترفضت، حس بالرفض
وخد وقتك في ان انت تحس ان انت اترفضت، يعني علشان الشعور ده يخرج من جسمك، عشان الشعور ده ياخد وقته ويتلاشى. بعدها تبتدي ان انت تراجع افكارك تجاه الموضوع. راجع افكارك، شوف انا ليه حاسس بالرفض؟ عشان انا اتسبت. ليه اتسبت؟ انا كنت كويس، يبقى الشخص اللي قدامي ما قدرنيش، يبقى طز فيه، بس كده. يبقى انت ما اترفضتش، انت ما تقدرتش، ده حاجه تختلف، حاجه تختلف تماما. انا ما تقدرتش بس، وكل الناس باختلاف قيمتهم مروا بهذه التجربه، ان هم حسوا ان هم ما تقدروش. يعني انا ما تقدرتش، يبقى انت اللي كسبت. خسرت ايه؟ خسرت ان انت خسرت مشاعر جميله، بس المشاعر الجميله دي مش هينفع تحسها مع شخص ما بيقدركش. انت دلوقتي حاسس بالرفض وحاسس بالالم، فانت خسران وحاسس ان انت متألم، لان انت حاسس دلوقتي بالالم. انا ما كنتش عايزه احس بالالم. لا، ما انت مش طول الوقت هتحس بمشاعر حلوه للاسف. تحس دلوقتي بالالم، تحمل الالم وتعلم من الدرس ان انت ما تجذبش وما تخشش في علاقه مع اي حد. الناس ممكن يكونوا جمال لذاذ، الله شكله جميل، تعليمه تحفة، مادياته رائعة، من عيلة براقة، او ماي جاد، ملهاش اي علاقة. ملهاش بجد اي علاقة خالص خالص. اللي ليه علاقة ان انت تبص في روح البني ادم اللي جواك، اللي قدامك، ان انت يكون ليك بصيرة وتبص كده بمثقاب جوه روح البني ادم اللي بيتعامل معاك. تبص للبني ادم اللي بتتعامل معاه من جواه، مش من براه. تنبهرش اصلا انا بعمل، واصلا انا بودي، واصلا انا بسوي، واصلا good luck. good luck. I don't care at all. I don't care. مش بقول ان الحاجات ديت مش مهمة، الحاجات ديت مهمة ولابد منها، ولكن مش هي الحاجات اللي بنحطها في الميزان بتاعنا، مش هي الحاجات الوحيدة. يعني عشان نكون الكلام ده مش هي الحاجات الوحيدة اللي بتتحط في الموازين بتاعة الأمور. مش عارفة أقول إيه تاني، بس كل اللي أقدر أقوله إن أي حد حاسس بالألم أو بالرفض تحمل، وأنا حاسة بيك جدا، وشعور لابد منه، هي تجربة قاسية جدا، بس اتأكد ان هي تجربة مش حياتك. يعني هي حاجة يعني هي تجربة انت مريت بيها، بس هي مش بتقول انت مين. بس فافصل ما بين التجربة وما بين حياتك. good luck.